مشروع الفراخ يا جماعه، النهارده هكلمكم على مشروع الفراخ والدواجن. تمام، ان في كذا حد كلمني بيقول لي ايه رايك في مشروع الدواجن وايه رايك في مشروع الفراخ. طبعا انا بختصر الفيديوهات بتاعتي، ما بحبش اطول فيها، فعلى قد المستطاع هختصر في الفيديو دوت. اول حاجه حضرتك، الفراخ ديت يا فندم في اكتر من نوع. تمام، عندك الكتكوت البيور اللي هو الفراخ البيضاء اللي هو التسمين، وعندك الكتكوت اللي هو السردي اللي هو مهما تاكله عمره ما بيكبر. ودوت خلي بالكم النصابين بينصبوا فيه، لان اكتريه يعني عايز اقول لكم 90% من اللي شغالين في المجال ده نصابين. انا بتكلم الكلام دوت على مسؤوليتي الشخصيه، 90% من اللي شغالين في المجال ده نصابين، وال10% التانيين هم اللي محترمين. تمام، فهنا الناس بتغش. تمام، نكمل باقي الانواع. تالت نوع اللي هو الساسو. رابع نوع اللي هو الكتاكيت الجميزي اللي هي بتنتج البيض. لو حضرتك طبعا عايز تعمل مزرعه بيض، كتاكيت الجميزي. وخامس نوع اللي هو الكتكوت البلدي. تمام، طبعا الكتكوت البلدي دوت لستات البيوت اللي هم ايه بياخدوا، يعني يقول لك الكتكوت دوت بياخد او الفراخ دي بتاخد حسنه البيت. تمام، طبعا احنا زمان كنا بنجيب الكتاكيت البلدي دي نرميها فوق السطوح ونكبر دماغنا وبنحط لها الاكل والشرب وهي بتكبر مع نفسها والدنيا كانت بتبقى حلوه وجميله. دلوقتي بكل اسف الامراض انتشرت جدا، فالنهارده بتجيب الفراخ بتبقى جايبها، تيجي مثلا الست تحطها فوق السطوح تلاقيها ما يكملوش اسبوع كله يموت ورا بعضه. ليه؟ اولا الفراخ يا جماعه محتاجه دلوقتي اهتمام جدا، محتاجه رافع مناعه، محتاجه مضادات حيوي. بص الفراخ دي حاجه حيه زي البني ادم كده اهو، محتاجه ان انت تهتم بيها. تمام، ولازم تاخد التحصينات بتاعتها. تمام، من الاخر كده يا جماعه عايزه حد يكون فاهم قوي 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 فيها. تمام، محتاجه مكان يكون دافي، درجه حراره معينه. تمام، محتاجه كمان اللي حضرتك اهم حاجه الادويه والعلف، لان مش كله بياكل زي زمان بقى حسنه البيت. انت النهارده عايز تعمل مشروع مثلا زي كتكوت البيور. كتكوت البيور ده بعد 40 يوم بالظبط بيبقى فرخه، المفروض بيبقى فرخه معاك بقى 2 كيلو 3 كيلو بعد 40 يوم بالظبط. تهتم بالمكان ثم المكان ثم المكان ثم المكان، نشاره تحت المكان عشان خاطر الفرخ طبعا ما يتكسحش. تمام، بتهتم بالتحصينات بتاعته، بالادويه بتاعته. دي في ناس كمان بتدي ادويه يعني مطهر معوي كمان. الادويه البشريه يا جماعه بعض الدكاتره بيدوها للفراخ. تمام، فالمشروع ده يا جماعه عشان حضرتك تشتغل فيه بالمختصر المفيد لازم تكون فاهم فيه جدا، لان المشروع ده ممكن يطلعك سابع سما، لا اما ينزلك سابع ارض. تحياتي للجميع.